اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في كل وقت وحين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. اسم الكريم ايه؟ جاد اسماعيل عبد العظيم. ايه؟ جاد اسماعيل عبد العظيم. منين يا حاج؟ من دار السلام حافظ سوهاج. اهلا وسهلا. صوتك يا جماعه. اهلا بيك. وانت حضرتك؟ أنا سامي أحمد عثمان منين؟ من أسوان المضيق. اهلا وسهلا. أهلا بك يا أستاذ محمود، شرفنا والله. حضرتك انت بتقول ايه اللي جابك هنا ومين اللي حجز لك؟ انا حجز لابني دكتور صيدلي. تمام. حجز لي عند الاستاذ محمود رجب البحراوي. فهو يعني سمع كثير وسمعنا كثير عن الدكتور محمود. الاستاذ محمود والله هو البعالي. الاستاذ محمود. لا الاستاذ محمود. لا الاستاذ محمود. الاستاذ محمود. فمن علشان كده احنا جينا له من سوهاج، يعني مسافات بعيده مش مسافات قصيره. والحمد لله وجدنا كل ما سمعنا عنه لقيناه كله صح. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يعني ابنك دكتور صيدلي هو اللي حجز لك؟ هو اللي حجز لي. هو قال لك روح لمحمود التذكره، وهو اللي قال لك روح لمحمود ركبني القطر وجاب لي لغايه هنا. طب قول له بقى، قول له متشكرين، قول له فعلا كلامنا مظبوط والدنيا حلوه وما عادش عندي تمرين ان شاء الله. ولسه هنجي لك ثاني برضه، في مجموعه جايبها ثاني انا برضه. على راسي على راسي. وانت كان عندك ايه؟ أنا كان عندي النظر تعبان، السكر تعبني والنظر. طب وانت النظر عامل دلوقتي؟ بتحسن، أنا شايف اللوحة اهي. شايف ايه؟ الله يبارك يا أستاذ محمود، متشكرين والله. أصلح حالك. انا في حته عندكم في اسوان اسمها المضيق؟ ما أنا المضيق. انت المضيق؟ أنا المضيق، أنا قلت لك أنا المضيق. يعني هو في ايه حته عندكم في اسوان اسمها المضيق؟ هي قرية اسمها المضيق. انا وسهلا. طبعا ده بفضل الله سبحانه وتعالى. وبشكر الاستاذ الدكتور اللي هو الصيدلي ابن الحاج ان هو وثق فيا وبعت لابوه. ويا رب اللي انت شفته يكون لقى اللي هو سمع وشافه بفضل المولى عز وجل. ده بتوفيق ربنا. النهارده بس حصلت، امبارح بس حصلت معجزه معايا، اكتشفت علاج سرطان الحنجره في دقيقه. ما علاج مش علاج بفضل المولى عز وجل. ده بتوفيق ربنا، يمكن ببركه الصلاه على سيدنا محمد. والله يمكن ما لهاش حل غير كده، ما تتفسرش غير كده. يمكن بركه الصلاه على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يعني هنفسرها ازاي؟ ما اعرفش. هو ربنا سبحانه وتعالى الشافي. فده بتوفيق ربنا وبفضل الله سبحانه وتعالى. وبشكر الساده الاطباء اللي جول امبارح وكان جايبين معاهم حالات، ولا داعي لذكر، ما تخافش، لا داعي لذكر اسمهم طبعا. وجايبين حالات عيون وحالات غضروف وحالات اقول ايه بس، واللي عندها سرطان في الرئه واللي عندها تليف في الرئه ومسميات غريبه. وفي واحده جايه تقول انا عندي سرطان في المخ. ايه الاعراض؟ ما فيش اعراض. قريبه يعني هي بنت عضو مجلس الشعب، نواب كبير قوي. ولا داعي نقول هو منين، اقسم بالله حصل. واتقال لها كلام غريب وهي ما عندهاش الكلام ده. ما عندهاش والله. يعني لدرجه ان حد يقول لي انت تفهم احسن من الاشاعه. طب انا بعمل لك وانت بتلاقي عكس الكلام ده خالص وبتبقى كويس، يبقى ده تفسيرها ايه؟ فضل من الله ونعم. والله فضل الله. خلوها تجاره دكاتره. لا معلش. طيب ماشي. بس احنا بقول لك في الغربيه بنصلي على النبي اكتر من سوهاج ومن اسوان. لا احنا نصلي اكتر من. لا والله هنا بيصلوا على النبي كتير. انت البركه. شوف اهو قال كلمه حق اهو، ده مش صعيد زيك اهو هتفتح بقى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا حبيتنا في الرسول ما نسيبوهاش ابدا. ايوه انت عايز تشاكل معاه عشان لا ده احنا ولاد عم عاد، احنا اقرب منكم. اصغر من اعطى امرك انت عرس من فوق. ماشي. انا لي يومين ما نمتش على كده. عايز تنام هنا؟ اتفضل. لا مش كده، مش ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. طبعا ده كان عنده التهاب الحبل الشوكي، وكان عنده عمليه توسيع قناه عصبيه وتوسيع قناه شوكيه وما اعرفش ايه وشرايح ومسامير وثالثه ورابعه وخامسه وهلم جره. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.